السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخباركم إيه يا رب؟ دايما تكونوا بخير وأحسن حال. يا كابتن محمود يا خطيب، إيه ده؟ أنت سمعتي كابتن محمود الخطيب عايزة إيه؟ عايزة تعملي إيه؟ تعالي تعالي خلاص، والله العظيم لا أكبر بخاطرك. تعالي عشان خاطر الكابتن محمود الخطيب. يلا تعالي بسرعة بسرعة. هوبا هوبا. قولوا لهم ازيكم، عاملين ايه؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ الله اكبر والله اكبر والله اكبر. يلا شطورة. يلا اعملوا لهم بقى باي. يلا اعملوا لهم باي. شطورة. يلا يلا عند ماما جري. يلا صممت يعني هي خلاص صممت. سمعت الكابتن محمود الخطيب من هنا قالت بس والله خلاص كابتن محمود الخطيب هيخلصنا انا كمان رسميه في النادي الاهلي. قلت لها يا بنتي بلاش بلاش يا بابا انتماء في الكوره، اسمعي مني هيتحرق دمك. قالت لي لا انا هبقى اهلاويه. اول ما سمعت الكابتن محمود الخطيب شكلها هتبقى جاسوسه في البيت. المهم اخباركم ايه يا رب؟ دايما تكونوا بخير واحسن حال. انا طبعا بشكركم جدا بشكركم على كم الدعم الرهيب اللي انا بشوفه منكم، وكفايه ان انا امبارح قلت لكم يا جماعه عاوز 6000 لايك. الحمد لله رجاله، كنتوا رجاله معايا الحمد لله، ووصلنا ل 4600 لايك. الله ينور الرجال، الله ينور الرجال. المره الجايه انا عايز 500 لايك يا رجاله. فيها رجاله فيها رجاله. وانا مزعلكم في حاجه يا رجاله؟ طب ايه يا حبيبي هي بتداري عينك ليه لما بتيجي في عينيا؟ انا ايه اللي انا بقوله ده مش عارف. ولكن كابتن محمود الخطيب بالراحه بس، يعني انا اللي انا اعرفه ان الكباري دي بتبقى ايه في بدايه الموسم. في بدايه احنا لسه مخلصين الموسم. احنا لسه اساسا ما دخلناش في البري سيزون، يعني احنا لسه ما دخلناش في البري سيزون. كابتن محمود الخطيب فجأة سبحان الله اكتشفت ان في كباري عادي جدا، ومحمد شحاته جاله عرض من كرواتيا. يا راجل من كرواتيا؟ محمد شحاته جاله عرض من كرواتيا؟ لا والجمال بقى ايه بقى؟ حسام عبد المجيد جاله عرض من روسيا. بسم الله ما شاء الله بينوعوا. وامام عاشور كان مادلاند الدنماركي. كابتن محمود اهدى بس بالراحه، والله ما كانش سوبر افريقيا اخدناه، ما كانش سوبر افريقيا اخدناه. احنا اسفين يا كابتن محمود، انا عارف ان انت ما اخدتش زيزو الا بسبب الموقف الزفت اللي عمله كابتن حسين لبليبو، والله معاك في الحته دي. ولكن خلاص بقى خلاص بقى يا كابتن محمود، خلاص بقى يا كابتن محمود، يعني رأفة بجمهور نادي الزمالك، رأفة بمشاعرنا يا راجل. يا راجل انت المفروض ان انت اسطوره مصريه خلاص. انت عمال تفرح الاهلاويه وتجيب لهم صفقات وكلام ده، ابعد عننا. خلاص بقى يا كابتن محمود، كفايه كفايه يا كابتن محمود. انت وحدت القطبين خلاص. مين وحد القطرين وانت وحدت القطبين. ولكن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ومعاكم محمد انور. بحب ابلع ريقي قوي في الجمله دي. بحس ان الجمله دي جامده جدا، مش عارف ليه. انا بفكر اكتبها هنا، يعني انا بفكر اكتبها هنا يا اخي، مش عارف ليه. حاسس ان هي هتبقى لايقه قوي لو كتبتها ما بين شعارين الاهلي والزمالك. المهم ومعاكم محمد انور الزملكاوي الغير كاره للاهلي. والله العظيم يا جماعه بحبكم جدا. ولكن قبل ما ابدا بقى انت عارف هتعمل ايه يا صاحبي؟ اللايك الرايق والاشتراك بالقناه اعمل كاريزما. طبعا وصلنا ل 60000 مشترك، بشكر اخواتي جدا جدا جدا. والله يا جماعه بشكركم جدا جدا جدا. علشان كده هكون شاكر لكم جدا لو وصلنا لكام؟ 61000. مش عارف ازاي والله. انا عارف انها من 7 المستحيلات، بس يمكن لو انت ما اشتركتش في القناه تشترك في القناه فنوصل 61000. خلاص بقى خلاص طولت في المقدمه خلاص يا باشا. ولكن انا حابب برضو يا جماعه علشان وعدت صاحب الدعوه الحلوه الرايقه، فالحلقه دي هتبقى برعايه مين؟ هتبقى برعايه يا باشا ان شاء الله الشخص الجميل اللي اسمه حسن خالد. طبعا هو بعت لي السكرينه دي او بعت لي الرساله دي، فقال لي ايه؟ عايز حضرتك تدعي لي وتبعتها كده على حلقه وانت بتتكلم، بتخلي متابعينك يدعوا لنا ويدعوا لكل زمايلنا في اولى ثانوي وبالنجاح ان شاء الله. يا عم ربنا ينجحك يا عم حسن، انت وكل اخواتنا اللي في الثانويه واللي في الاعداديه واللي في الابتدائيه واللي في الكليه واللي بيمتحن في البيت واللي بيمتحن في اي مكان. ربنا طبعا معاكم ان شاء الله وينصركم باذن الله تعالى. نوصل لاول ضحك. ايطاليان ضحكاوي منزله بوست امبارح بعد ما السنغال كسب انجلترا 3-1. وللعلم ان السنغال كده اصبح اول منتخب افريقي يكسب انجلترا في تاريخ انجلترا، في انجلترا ذات نفسها. طبعا السنغال امبارح كسب 3-1. نسكت؟ والله ما نسكت. لازم المؤامرات تشتغل والمظلوميات تشتغل وبقى الاستخفاف بعقول الزملكاويه تشتغل. فايطاليا الزملكاوي نزلت البوست ده، وما ينفعش تنزله الا بالتلقيح على النادي الاهلي. فقالت ايه؟ السنغال بتلعب انجلترا وكل المنتخبات الافريقيه بتلعب، واحنا عندنا مصلحه النانوس اهم من المنتخب. والله انا مش عارف اجيبها لك ازاي. يعني انت مش ايطاليان؟ ما تقوم تعمل لنا بيتزا يالا بجد والله. قوم اعمل لنا بيتزا بجد. هو انت عاوز ايه يالا؟ هو انت يا ابني مش كنت بتدعم بيراميدز
وكنت عايز بيراميدز يكسب دوري ابطال افريقيا، وكنت عايز بيراميدز يكسبنا في الدوري، وكنت بتهدي دايما الرمادي المدير الفني المحترم لنادي الزمالك ان هو لو لعب ماتش كويس وبضمير قدام بيراميدز من الاخر كده كنت عاوزه يفوت، ولو ما فوتش كنت هديته ان انت هتهاجمه وهتشتمه. هو انت يا ابني مش مقتنع ان بيراميدز عنده افضل لعيبه في افريقيا، ومقتنع ان الزمالك بطل الكاس ورايق جدا وعنده لعيبه مش عارف ايه؟ طب انت تمام، انت مقتنع ان طول ما الزمالك بخير المنتخب بخير. طب انت عاوز ايه من لعيبه الاهلي؟ يعني انت بجد انت عاوز ايه من لعيبه الاهلي؟ يعني انت ما وصلكش علم ان ده قرار من الاتحاد الدولي الفيفا؟ يس هو مش عيب عليك يبقى واحد زملكاوي زيك هو اللي بيقول لك الكلام ده، مش واحد اهلاوي؟ يعني مش عيب عليك ان انا جاي اصحح لك المعلومه دي؟ يعني انت المفروض ان انت صاحب اكبر بيدج تمثل الزملكاويه على السوشيال ميديا. هو انت مستني ايه؟ مش فاهم يعني اصلا. ما هو ده الاتحاد الدولي والفيفا قالت كده. والله مش كلامنا يا حبيب قلبي، والله ده كلام الفيفا. هي اللي اقرت وقالت ان الانديه اللي بتشارك في كاس العالم للانديه لها الاحقيه ان هي تتحكم في اللاعب، اذا كان لو هي متمسكه باللاعب عندها في المعسكر خلاص، عايزه تودي اللاعب للمنتخب عادي خلاص. وطبعا النادي الاهلي علشان نادي محترم ونادي الوطنيه بعت وسام ابو علي للمنتخب فلسطين علشان منتخب فلسطين كان عنده ماتش حاسم قدام عمان. وطبعا هارد لك لاخواتي الفلسطينيين، يعني ربنا ينصركم والله العظيم، واحنا كلنا زعلانين. وطبعا الجون الاخير بتاع عمان اللي دخل في الدقيقه 97 جون ضربه جزاء فضيحه. ولكن يا وسام ابو علي طبعا ان شاء الله ربنا يرجعك بالسلامه، وربنا ينصر اخواتنا كده ان شاء الله، وباذن الله تعالى نعيش ونشوف منتخب فلسطين في كاس العالم باذن الله تعالى. تاني حاجه يا جماعه عايز اتكلم عنها، شفنا امبارح احمد السيد زيزو. احمد السيد زيزو كان فيه تصريحات امبارح اثارت الجدل. فاحمد السيد زيزو طبعا من معسكر النادي الاهلي في ميامي استعدادا لانتر ميامي، الماتش الافتتاحي اللي العالم كله مستنيه. فاحمد السيد زيزو من ضمن التصريحات، انا هنقي لك التصريح كده عمل ضجه، يعني التصريح ده عمل ضجه ويثبت لك ازاي ان لعيبه الزمالك، وانا قلتها لك وسبق وقلتها لك وهاكدها لك تاني وتالت وعشر، ان لعيبه الزمالك وصلت لمرحله دلوقتي يا جماعه انها بقت شايفه ان النادي الاهلي بقى في حته ثانيه خالص. يعني لعيبه الزمالك دلوقتي بقت بتتعامل مع النادي الاهلي اللي هو مثلا احتراف. ايه يا ابني ده انا عايز احترف، يلا بينا على النادي الاهلي. فالمهم احمد السيد زيزو قال لك ان في لعيبه من نادي الزمالك اتواصلت معاه وحبه او بقدر الامكان او بمعنى صح ان هم باركوا له، ولكن الله اعلم ما وراء المباركه. فاحمد السيد زيزو قال لك ايه؟ بعض لاعبي الزمالك تواصلوا معي بعد الانضمام للاهلي ولكن لن اذكر اسماء. طبعا انا بالنسبه لي طبعا يا سلام، انا كزملكاوي يا رب يكون نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي، يا رب يا رب يكون دول هم اللي باركوا له، يا رب. طبعا في الناحيه الثانيه جمهور النادي الاهلي لا 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 لا، يا رب يكون عامل بلوك لمصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا. طبعا لسان حال الاهلاويه دلوقتي انت ما تعرفش بقى مين اللي بارك لي، ده اللي بارك لي بقى حسام عبد المجيد واحمد فتوح ومحمد شحاته ومحمود بن طايق جه متاخر. والله العظيم اسمع مني، ده لسان حال الاهلاويه. فبسم الله ما شاء الله احمد السيد زيزو يعني لو قاصد ان هو يقول لنا بطريقه غير مباشره كده ان لعيبه الزمالك اللي موجوده حاليا تتمنى كلها تروح النادي الاهلي، مش هيوصلها لنا بالطريقه دي. طبعا بسم الله ما شاء الله المتحدث الرسمي ساقدم لكم المتحدث الرسمي القادم لنادي الزمالك. لا بجد ما بهزرش، يعني انا هوريك فيديو ضحكاوي كان قبل ما احمد السيد زيزو ينتقل للنادي الاهلي. ففي طبعا شويه صحفيين كده يا جماعه او ناس بتمثل نادي الزمالك او جمهور نادي الزمالك، هم بيحبوا يعملوا الضجه ويحبوا يعملوا الحوارات دي. ليه؟ علشان لما بيعملوا الحاجات دي وبيقدموا الضحك ده في ناس كتير بتتلم حواليه. فانا هوريك نموذج من النماذج دي. تمام؟ اتفضل يا باشا، والله العظيم عازمك على ضحك ايه يعني، على ضحك خام. اتفضل. المفاجأة بقى قسم هيقبضوا عليك، هيقبضوا عليك. اليوم اللي النادي هيعلن فيه تجديد زيزو طبعا ابو سيسي راح نعمل حفلة مسرح لمدة شهر والتذاكر مجانا. كل واحد سواء سوشيال ميديا او عامل نفسه اعلامي او عامل نفسه صحفي لعب بمشاعر جمهور الزمالك وعايشهم في قلق وفي كده، وقالوا انه رسمي وقع للاهلي ومش عارف ايه وقبض ايه وعمل ايه، هيطلعوا على المسرح. صدق بالله عليا النعمه، انت بتفكرني بمصطفى شعبان في مسلسل العار. يا اسطى في ايه يا اسطى؟ انت بص، انت خلاص بقى، انا زي ما قلت لك كده، ده المتحدث الرسمي القادم لنادي الزمالك. يا ابني كفايه ضحك يا ابني على الناس يا ابني، والله كفايه ضحك على الناس يا ابني. ضحكتوا الناس علينا وضحكتوا الاهلاويه عليكم، بقيتوا ماده الخام للضحك بالنسبه للاهلاويه. يا اسطى انت بتقول هتطلع مين مسرح؟ يا اسطى انت مسرح مصر بالنسبه للاهلاويه يا ابني باللي انت بتعمله ده. ساقدم لكم مواعيد ايه؟ مواعيد مباريات النادي الاهلي في كاس العالم للانديه والتي ستبدا يوم الاحد الساعه 3 فجرا. يا اخي الزمالك ده نعمه والله الزمالك ده نعمه. احلى حاجه يا باشا قاعد رايق فايق. بص يا باشا، تحت المروحه تحت التكييف ايا كان، مفيش مروحه مفيش تكييف خلاص، يعني المهم انت قاعد رايق فايق
بص بتنام براحتك، بتصحى براحتك، مش اهم حاجه الفريق بتاعنا مدلعنا، لا منعينا اهم حاجه. تبص بقى على اخواتنا الاهلاويه في الناحيه الثانيه، ناعيين الهم بقى وهيسهروا وممكن يطبقوا، ويا سلام بقى لو واحد عنده شغل تاني يوم الصبح. بص يا باشا، الزمالك معيشنا ملك، هو يا باشا 3 4 ماتشات على اون تايم سبورت كل سنه والحمد لله رضا. انما انتوا بقى تفضلوا سهرانين يا عيني لحد الساعه 3 والماتش يخلص 5، وبعد كده عبال بقى ما تناموا فهتبقى الساعه 6، وعندكم مثلا واحد يبقى عنده شغل بقى الساعه 8 9 ايا كان، فما تنامش كويس. لسان حل الاهلاويه عادي جدا، ربنا يديمها عليكم نعمه وربنا يديمها علينا نعمه. لا بالله عليكم، انا طبعا بتريق والله العظيم، بتمنى، بس انا بتمنى حدث واحد من الاحداث دي. يعني الايفنتات اللي انتم بتعملوها دي في حياتكم، انا نفسي في ايفنت واحد، ايفنت واحد، ومش عايشكم، انا مش هعيشكم معايا في البلد. فالمهم جدول مباريات النادي الاهلي يوم الاحد ان شاء الله الساعه 3 صباحا، يعني قبل الفجر بساعه. دي هتبقى الجوله الاولى، هتبقى يوم 15 يونيو قدام الاهلي وانتر ميامي. اما الجوله الثانيه طبعا فهتبقى قدام بالميراس الساعه 7 المغرب. سبحان الله، ايه الميعاد الغريب ده؟ ايه الميعاد الغريب ده؟ الاهلي وبالميراس الساعه 7 المغرب في امريكا. سبحان الله، انا اتفاجئت والله. اما الماتش الاخير فهيبقى يوم الثلاث الاهلي وبورتو البرتغالي الساعه 4 صباحا. ايوه كده، هي دي المواعيد اللي احنا متعودين عليها، هي دي المواعيد المناسبه. طبعا الماتش بتاع بورتو ده هو اصعب ماتش. النادي الاهلي من وجهه نظري لو قدر ياخد 4 نقط من اول ماتشين، انا بقولها لك وخدها مني صريحه وخدها مني وعدا، النادي الاهلي اعتبره في دور ال 16. كل التوفيق لاخواتي الاهلاويه طبعا في كاس العالم للانديه، ربنا يفرحكم علشان دي بطوله وايفنت، دي بطوله هي الاقوى، هي الافضل على الاطلاق تحت تنظيم الفيفا، الدنيا كلها مستنياها، فيها عمالقه الانديه اللي موجوده عموما، صفوه الانديه اللي موجوده في جميع قارات الكوكب. فربنا يوفقكم طبعا ويفرحكم. انا توقعاتي انا شايف ان الاهلي يقدر يعمل نتيجه ايجابيه جدا قدام انتر ميامي. الاهلي عنده سكواد مرعب بسم الله ما شاء الله. هقول لك على التشكيل المتوقع للنادي الاهلي قدام انتر ميامي، وهقول لك انا بالنسبه لي وجهه نظري ايه التشكيل اللي انا بتمنى ان النادي الاهلي يلعب بيه. التشكيل المتوقع ان محمد الشناوي هيبقى في حراسه المرمى، خط الدفاع هيبقى يحيى عطية الله باك ليفت، اما في الباك رايت هيبقى محمد هاني، السنتر باكات هيبقى اشرف داري، وجنبه هيبقى مصطفى العش. ده من وجهه نظري، يعني ده مش من وجهه نظري، ده توقعاتي، ده توقعاتي ان ريفيرو هيبدا كده. في نص الملعب هيلعب بحمدي فتحي مش مروان عطيه، وهيلعب بامام عاشور، وهيلعب بمحمود حسن تريزيجيه في النص، وهيلعب بوينج ليفت اشرف بن شرقي، وفي الوينج رايت احمد السيد زيزو، وخط الهجوم وسام ابو علي. طبعا انت لو خدت رايي ايه هقول لك لا، رايي رقم واحد احمد رمضان بيكهام يلعب مكان مصطفى العش. هتقول لي ازاي ده احمد رمضان بيكهام لسه رايح النادي الاهلي؟ هقول لك اسمع مني، احمد رمضان بيكهام انا محضر لك ليه فيديو يا جماعه هايلايت في الماتش الودي قدام باتشوكا، محضره لك في اخر الحلقه، علشان كده انت لازم تشوفه، لازم تستنى لاخر الحلقه في الاخر، وطبعا لازم ترزع اللايك الرايق لو انت ما رزعتش اللايك. رقم 2 انا من وجهه نظري ان هو يلعب بمحمد علي بن رمضان مع امام عاشور، وتحتهم حمدي فتحي او اليو ديانج ايا كان، ولكن لازم محمد علي بن رمضان يلعب مع امام عاشور، وتلعب بتريزيجيه وينج ليفت مكان اشرف بن شرقي، وتحط اشرف بن شرقي على الدكه كحل ليك في الشوط الثاني يقدر يقلب لك الماتش عادي جدا. ده توقعاتي. طبعا يا جماعه عايز اقول لكم ان اعلى 7 لاعبين موجودين في القاره حاليا موجودين في النادي الاهلي. والله زي ما بقول لك كده، اعلى 7 لاعبين قيمه تسويقيه في القاره موجودين حاليا في النادي الاهلي. انت بتتكلم على محمود حسن تريزيجيه، احمد السيد زيزو، اشرف بن شرقي، وسام ابو علي، امام عاشور، اليو ديانج، مروان عطيه. من ضمن اعلى 10 لعيبه قيمه تسويقيه داخل قاره افريقيا، 7 منهم بيمثلوا تيشيرت النادي الاهلي. انا بقول لك النادي الاهلي داخل الموسم الجاي بسكواد مرعب بسم الله ما شاء الله. حتى لو النادي الاهلي ما عملش نتيجه الى حد ما مرضيه في كاس العالم للانديه، ولكن سكواد النادي الاهلي اقوى بمراحل من اي فريق موجود داخل قارتك حاليا في الوقت الحالي. عايز اقول لك بمناسبه منتخب مصر، انا عرفت ليه داليا الضحكاوي كانت زعلانه ان منتخب مصر ما بيلعبش يا عيني علشان خاطر ان النوس اللي هو بالنسبه له النادي الاهلي. انا عايز اقول لك ان النادي الاهلي يضم في سكواده 18 لاعب دولي مقابل 6 لاعبين فقط في نادي الزمالك، 6 دوليين بس. انت متخيل الجاب وصل لحد فين؟ 18 لاعب دولي في النادي الاهلي مقابل 6 لاعيبه عندنا في نادي الزمالك هم اللي بيمثلوا، هم اللاعيبه الدوليين. يعني مقابل، يعني كل لاعب في الاهلي، يعني كل لاعب عندنا في الزمالك قدامه 3 لاعيبه دوليين في النادي الاهلي. فطبعا دلوقتي انت بتتكلم على مستوى منتخب مصر، في محمد الشناوي لاعب دولي، مصطفى شوبير، تريزيجيه، حمدي فتحي، زيزو، محمد هاني، عمر كمال، مروان عطيه، امام عاشور، احمد نبيل كوكا، ياسر ابراهيم، احمد رمضان بيكهام، طاهر محمد طاهر، واللاعيبه المحترفين اشرف داري ويحيى عطيه الله ومحمد علي بن رمضان واليو ديانج واسامه ابو علي.
اما قائمه الزمالك القائمه كامل شاكب راكب كلها على بعضها كده، فيها 6 لعيبه دوليين اللي هم مين؟ نبيل عماد دونجا. تخيل ان امام عاشور ما بيروحش المنتخب ونبيل عماد دونجا بيروح المنتخب. كابتن حسام صح معنا بالله عليك. نبيل عماد دونجا ومحمد شحاته وناصر ماهر اللي هو اساسا مستحيل يروح بعد كده، ناصر ماهر بادائه المتذبذب، بادائه مش مقنع خالص الفتره الاخيره، ومحمد عواد وحسام عبد المجيد وسيف الدين الجزيري. عايز اقول لكم يا جماعه الانديه الاربعه اللي هيشاركوا في كاس السوبر المصري. كاس السوبر المصري هيبقى بنفس الطريقه اللي اتلعب بها الموسم اللي فات. النادي الاهلي بطلا للدوري، الزمالك بطلا للكاس، بيراميدز كارت ذهبي، وكاس الرابطه. الكسبان في كاس الرابطه هيقابل بطل الدوري اللي هو النادي الاهلي، اما الزمالك هيقابل بيراميدز صاحب الكارت الذهبي، والزمالك بطلا لكاس مصر. يعني ايه؟ يعني نص النهائي هيبقى الاهلي وبطل الرابطه، وفي الناحيه الثانيه هيبقى الزمالك بطل الكاس وبيراميدز اللي هو صاحب الكارت الذهبي. بالمناسبه يا جماعه عايز اقول لكم ان اللجنه المنظمه لكاس العالم للانديه عملت فكره جديده ستنفذ لاول مره في التاريخ. ايه هي بقى؟ قال لك ان تم ابتكار فكره جديده لمراسم دخول اللاعبين، اغنيه لكل فريق بالاذاعه الداخليه، وتغيير مراسم نزول الفرق والحكام. اسطوره او كابتن الفريق يقدم التشكيله عبر مايك من ملعب المباراه في كل لقاءات كاس العالم للانديه. سرحت بخيالك في السنتين دول، انت سرحت بخيالك خلاص. انا عارف ان انت دلوقتي بتتمنى ابو تريكه، انا عارف ان انت بتتمنى ابو تريكه، ولكن خدها مني، هيكح كحه هيندم كل اللي حاضرين ان هم حضروا الملعب. شوبير الاعلام الكبير احمد شوبير رائد الاعلام الرياضي اعلن على قناه النادي الاهلي ان هو هيبقى موجود وهيشارك بطريقته يعني بطريقته الشخصيه او طريقته الخاصه بيه في في مباراه الاهلي. فطبعا اكتشفنا ان احمد شوبير هو قررت اللجنه المنظمه لكاس العالم للانديه الاستعانه باحمد شوبير خلال مباراه الافتتاح بين الاهلي وانتر ميامي عن طريق تقديم لاعبي الاهلي من ملعب المباراه. خلاص كده يا باشا، هيكح كح هيجيب اجل البطوله خلاص. وسام ابو علي، مصطفى محمد، ده الخبر اللي انا طبعا حطيته لك في صمنيل. عايز اقول لك ان وسام ابو علي جاي له عرض ب 10 مليون دولار، جاي له 3 عروض مش عرض واحد، ولكن اقوى عرض جاي له 10 مليون دولار. ده 10 مليون دولار من غير ما الاهلي لسه يتكلم، يعني الاهلي لسه ما علاش. يعني ايه 10 مليون دولار؟ يعني اي ما يفوق او يعني يتعدى ال 500 مليون جنيه مصري من لاعب مش محسوب عليك محترف اسمه وسام ابو علي. تخيل ان النادي الاهلي لو باعه بالمبلغ ده هيبقى كسب من ورا وسام ابو علي ضعف او اكتر من ضعف المبلغ اللي هو اشترى بيه. يعني ايه؟ يعني بديل وسام ابو علي في حاله الموافقه على عرض بيع وسام ابو علي من النادي الاهلي سيكون بديله الاناكوندا مصطفى محمد. يعني في رعب، لا في رعب. مصطفى محمد مرعب. انت متخيل النادي الاهلي هيبيع وسام ابو علي وهيشتري مصطفى محمد وهيبقى كسبان، وجاب مهاجم مصر الاول. وسام ابو علي نزل ستوري انستجرام بعد مشاركته امبارح مع منتخب فلسطين. فوسام ابو علي كان نازل الستوري ده وقال لك جاهز للمشاركه مع الاهلي بكاس العالم للانديه، اراكم في ميامي. فوسام ابو علي بسم الله ما شاء الله عليه، يعني انت بتتكلم ان هو يعني عرض مرعب، بيفكرني بالظبط كده بالعرض او العرض المرعب اللي الاهلي كان باع ايفونا بيه ايام المهندس محمود طاهر لما كان رئيس للنادي الاهلي. احمد حمدي لاعب نادي الزمالك نزل ستوري، تمام، يعني من الاخر كده تحت بند او تحت عنوان هو الرهوان عملها معاك. فاحمد حمدي بيقول لك ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. يا ابني قسما بالله جدتنا نحست. خلاص يا اسطى كفايه، كل يوم حد يحاسبن علينا. النادي لو قفل يا جماعه مش من فراغ، اللي بيحصل لنا ده مش من فراغ، ايقاف القيد ده مش من فراغ، غضب ربنا ده مش من فراغ. جماعه كفايه، كل يوم حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي ايه يا اسطى؟ في ايه؟ الرهوان عملها معاك ولا ايه؟ الزمالك سايبك يا اسطى تعالج نفسك بنفسك؟ يعني مش هيتكفل كمان؟ مش هيساعدك؟ انا زهقت يا زمالك، زهقت يا زمالك. اليتيم بيدعى علينا، والمسكين بيدعى علينا، واهل الميت بيدعى علينا، والحي بيدعى علينا، والمحترفين بيدعوا علينا، والمصريين بيدعوا علينا. انا زهقت يا زمالك. حتى اللعب اللي احنا واخدينه كيدا في النادي الاهلي او سبق لعبا في النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي مش عاجبه، يعني عادي، يعني مش حته مش عاجبه، مش همه، مش في دماغه احمد حمدي، عادي جدا. الاهلي لو كان عاوز احمد حمدي كان رجعه عادي. فيا جماعه خلاص كفايه يا جماعه، والله العظيم الزمالك خلاص يعني كفايه دعوات لحد كده. عايز اقول لك ان عمر السومه لاعبا في الوداد المغربي اعلن نادي الوداد بشكل رسمي تواصله لاتفاق نهائي مع المهاجم السوري عمر السومه صاحب ال 36 عاما لاعب نادي العروبه لضمه على سبيل الاعاره خلال بطوله كاس العالم للانديه، وفي حاله تالق سيتم تفعيل بند شراء اللاعب. بسم الله ما شاء الله. كل الانديه بتدعم الا الزمالك، ما بيدعمش الا في اخر 30 دقيقه قبل ايقاف القيد او قبل وقف يعني سوق الانتقالات عموما.
ويجيب لك 3 4 لعيبه فري ويعمل لك تيك تاك وبتاع، وفي الاخر اللعيبه دي هي اللي بتوقف لنا القيد في تاني موسم. احمد رمضان بيكهام. لازم انهي الفيديو ده يا جماعه او انهي الحلقه دي باحمد رمضان بيكهام. انا عايزك تبص على احمد رمضان بيكهام وحلويات احمد رمضان بيكهام. اتفضل يا باشا شوف احمد رمضان بيكهام قدم ايه قدام باتشوكا في الماتش الاول. بص القطعه جامد جامد. بص هنا بقى مضغوط عليه مضغوط عليه، بص هيتصرف ازاي. برنس قسما بالله برنس. بص بقى الهجمه بيبني الهجمه ازاي، كسر الخطوط يا باشا كسر الخطوط يا باشا. بص هنا الضغط العالي، ضغط وخد الكوره وعمل هجمه للنادي الاهلي. هنا بص بيضغط وهيطلعها عادي جدا وبيضغط من قدام. هنا المفروض ان هو هيغير الملعب. بص تغيير الملعب. لا يا جماعه احمد رمضان بيكهام اتطور تطور رهيب، تطور رهيب والله العظيم. اي حد متابع سيراميكا كليوباترا هيعرف ان احمد رمضان بيكهام بقى في حته ثانيه خالص ومكسب كبير قوي للنادي الاهلي. حته برده راسيه كده، بص الارتقاء هنا بقى، بص التمركز بتاع احمد رمضان بيكهام. عشان كده بقول لك احمد رمضان بيكهام انا برشحه ان هو يلعب على حساب مصطفى العش عادي جدا. بيضغط عادي جدا وبيقطع الكوره. لا احمد رمضان بيكهام بقى في حته ثانيه خالص دلوقتي. انا من وجهه نظري مكسب كبير للنادي الاهلي طبعا. كنت بتمناه يجي الزمالك والله كنت بتمنى يجي الزمالك. بص لعب الكره لحسين الشحات ازاي. لا مكسب كبير للاهلي. انفانتينو عايز انهي الفيديو بانفانتينو. معلش انفانتينو قال لك النادي الاهلي نادي تاريخي ونادي كبير ونادي عريق، وفضل يشكر كده في النادي الاهلي. فانا من كلام انفانتينو انا حسيت ان هو مواليد التتش. فمش عارف يا كابتن محمود الخطيب، مش عارف. حتى انفانتينو ذات نفسه طلع اهلاوي من صغره. عموما يا صديقي مش هطول عليك اكتر من كده. لو انت وصلت معايا لحد دلوقتي تعرف هتعمل ايه. هتصلي على النبي في الكومنتات، هتصلي على النبي في الكومنتات، وصبعك يا صاحبي بقى اللايك والاشتراك دعما لاخوك. ولو انت مختلف معايا في اي حاجه اتفضل يا باشا في الكومنتات نتناقش بكل ادب واحترام. شرف كبير لي يا صديقي ان انت وصلت معايا لحد دلوقتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.